السلام عليكم. مشكلة بقت بتحصل مع ناس كتير اليومين دول، يجي يفتح تليفونه يقول له الباسورد غلط مع انه بيكتبها صح، فيضطر يعمل سوفت والداتا بتاعته كلها تتمسح، مع ان حلها بسيط قوي. الاول جرب تعمل ريستارت لتليفونك، ولما يفتح اكتب الباسورد بتاعتك عادي وان شاء الله يفتح معاك. والطريقة دي اوقات بتنجح. لو ما نجحتش معاك والتليفون ما فتحش، هتضطر بقى تمسح الكاش من على الريكفري. طب تدخل على وضع الريكفري ازاي؟ هتقفل التليفون باور، وبعدين تضغط على زرار الباور مع المفتاح اللي بيعلي الصوت، واول ما تشوف الشعار ظهر قدامك على الشاشه تسيب الباور وتفضل برضو ضاغط على مفتاح الصوت. هيفتح لك قائمه فيها شويه خيارات، مش عايز البخك بيهم دلوقتي. المهم هتلاقي فيهم خيار اسمه كاش، هتضغط عليه وتمسح الكاش، بس ركز وخد بالك عشان ما تفرمطش التليفون وانت مش واخد بالك. وبعد ما تمسح الكاش اعمل ريستارت للتليفون من نفس القائمه، وبعد ما يفتح اكتب الباسورد بتاعتك وان شاء الله يفتح معاك. تحياتي.